هاجيب بقى الباترون بتاع راس الخروف كده واحولها للفوم باللون البيج. هابدأ أحدد عليها الملامح الأول بالقلم الرصاص، وبعدين هاتقل بقى كده واملى الفراغات بالقلم الجاف الأسود، بارسم كده العيون وبابتدي إن أنا أملى الفراغات جواها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. بعد كده بقى بارسم الرموش بتاعتها كده وباحدد شكل ملامح العين، تقدروا برضه ترسموا الشكل اللي أنتم حابينه على وش الخروف. بعد كده بقى باعمل الأنف كده شبه القلب بالشكل ده، واحدده باللون الأسود كده برضه بالقلم الجاف ده كده. بعد كده بقى بانزل خط كده بالمناخير كده، وبعد كده باعمل رسمة البُق بالشكل ده. بعد كده بقى أجيب المانيكير اللي باللون الأبيض ده كده، أو حتى نستخدم دهانات بلاستيك أي حاجة متاحة عندنا، وهابتدي إن أنا كده أحط نقطة كبيرة فوق كده، ونقطة صغيرة في العين كده عشان تدّيها ضي. بعد كده حبيت أعمل حركة كده في المناخير، فقُلت أجيب كده قطعة فوم باللون الموف وأرميها كده بالنُص، وأرسم نُص قلب بالشكل ده، فهيدّيها شكل أحلى. وتقدروا إن أنتم تصبغوها باللون الأسود أو تحطوا عليها قطعة فوم زيي. وبعد كده بقى نجيب أي ميك اب قديم أو قلم فلوماستر باللون البينك أو طباشير أو أي حاجة متاحة معاكم، وابتدي إن أنا أعمل خطوط كده للخروف بالشكل ده كده. وبعد كده بنجيب منديل نضيف وبندمج كده اللون البينك ده كده على الوش عشان يدّي كده شكل ناعم. آخر خطوة بقى هاعملها في الوش برضه، هاجيب ميك اب قديم كده باللون البني، وهابدأ إن أنا كده أحط كده على الأطراف. بعد ما باعمله كله كده وباحدده باللون البني، هابدأ برضه إن أنا أجيب كده منديل وأدمج كده الأطراف كلها علشان يدّيني الإفكت القمر ده في الآخر. هاعمل برضه رجول الخروف بنفس الشكل، هاعمل بقى 3 الباقيين بنفس الطريقة، وده كده بقى شكلهم بعد ما خلصتهم. بعد كده بقى أجيب شعر الخروف عشان أبتدي إن أنا أعمل عليه الموجة بتاعة شعر الخروف. هاجيب كده اللون البينك كده وأبتدي إن أنا أحدد الأطراف بنفس الطريقة اللي عملت بيها وش الخروف. أبتدي بقى إن أنا ألزقه كده بمسدس الشمع على الراس بتاعة الخروف بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وده كده بقى وش الخروف جاهز. آخر حاجة بقى جِبت كرتونة قطرها 27 سنتي، وكمان جِبت دايرة كده من الفوم باللون الأبيض قطرها 20 سنتي، وهالزقهم في بعض كده بمسدس الشمع. كده شكلها بعد ما لزقتها. بعد كده حطيت الدبل فيس على الإطار الكرتون ده كله، برضه ممكن تستخدموا الشمع في الخطوة دي أي حاجة المتاحة عندكم. وبعدين جِبت الورد الأبيض اللي أنا عملته ده كده، وبدأت إن أنا ألزقه كده على الإطار الكرتون عشان يدّيني شكل فروة الخروف. وده كده بقى شكل الطارة بعد ما خلصتها. جِبت بقى وش الخروف ده كده وحطيت كده في ضهره حتة كرتونة مربعة كده علشان يبقى ماسك نفسه، وأعرف ألزقه في الإطار بتاعي من فوق. وحطيت كمان على الكرتونة دي دبل فيس ولزقته كده على الطارة من فوق بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. وده كده بقى شكلها بقى قمر أوي. هابتدي بقى إن أنا أحط كده الكلمات اللي أنا عملتها اللي هي بتاعة عيد أضحى مبارك دي كده تحت بعض، وأضبّط الأماكن بتاعتهم. ودي خطوة مهمة عشان تضبّطوا كده الجملة في النُص وتكون بعيدة عن الوش شوية، وفي نفس الوقت مضبوطة في نُص الطارة. فقبل ما تلزقوا الحاجة لازم تضبّطوها قبل ما تلزقوها. ألزق بقى الجملة بنفس الطريقة. تارا! وده بقى شكلها. حطيت كده شوية قلوب ونجوم كده بالفوم، ادّى لها منظر حلو أوي. هابتدي بقى إن أنا أثبّت الإيدين والرجلين. حطيت كده من فوق double face، وهابتدي إن أنا كده أثبّتها في الطارة من ورا، وابتدي إن أنا أثبّتها كده، والرجول هاحطها من تحت. وبس كده عملنا خروف جميل جدًا وcute وشكله قمر أوي. قولوا لي إيه رأيكم؟ أسهل وأرخص ديكور لعيد الأضحى بجد، بتقدروا إن أنتم تعملوه بكل سهولة ومش هياخد منكم أي وقت. آخر خطوة معانا بقى هنعمل له التعليقة بتاعته اللي هنعلقها على الحيط. هنجيب كده حبل خيش أو أي حبل عندك، وابتدي إن أنا أعمله عقدتين فوق بعض كده، وهاثبّته كده من فوق من عند دماغ الخروف من ورا، وحتة double face كده، واحط كده قطعة فوم بأي لون، ونبتدي إن إحنا نثبّتها كده على الحبل اللي ورا ده كده بالشكل ده. تعالوا بقى نعلقها على الحيطة ونشوف شكلها. تارا! وده شكلها النهائي على الحيطة. بجد شكلها قمر أوي وcute ومبهجة جدًا لأجواء العيد. بجد تحفة لازم تجربوها. من أكياس بلاستيك عملنا أحلى ديكور وأرخص ديكور من الولا حاجة. لو عجبكم بقى فيديو النهارده ما تنسوش اللايك والشير لاصحابكم، واشتراك بالقناة وتفعيل زرار الجرس على علامة الكل عشان يوصلكم إشعار مني بكل جديد أنا باقدمه.